ضيف عزيز علي هو ضيفي اليوم. طبعا حوار معه مثير للغاية، قيمة علمية كبيرة في عالم الأسنان، وفي عالم الأسنان ما أكثر الإبداعات وما أكثر أيضا الأخطاء، وما بين الإبداع والخطأ هناك فارق كبير. هنا الأسئلة تكمن والتفاصيل تصبح كبيرة للغاية، وخصوصا تحت المجهر المسمى بالدكتور. خليني ارحب بضيف عزيز عليا جدا، هو القيمه والقامه الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. ما شاء الله اطول تايتل ممكن. ازيك يا دكتور شادي؟ دكتور ايمن، وحشني جدا جدا جدا. ما بين الابداع وبين الخطا هناك فارق كبير، واخد بالك؟ في عالم تصميم الابتسامه، في عالم الديزاين اوف سمايل، انت هنا مجال الابداع غير محدود. انت ممكن تعمل لوحه رائعه من الجمال، وهناك اخر او حد تاني ممكن يعمل كارثه من القبح. بالظبط. ايه بقى ازاي ده يحصل وازاي ده يحصل؟ والله بص، هقول لك على حاجه. احنا دايما لما بنتكلم مع بعض في سيريالز او في حلقات مسلسل، ودايما بحب ندي مثال لكل الامثله اللي موجوده عندنا. بمعنى احنا مره اتكلمنا دايما في سيزون 2 بتاع الحاجه دي، 2 بقى بتاع المحاضرات. احنا دايما بنختار ده سيزون 2 ده اللي هو بتاع المحاضرات. بتاع المحاضرات. اوكي. اتكلمنا فيه ان احنا عندنا نوعين من الابداع او نوعين من رسم اللوح. يا اما عندي لوحه مرسومه اللي هو اسنان المريض اللي موجوده فيها جزء معين سنه عايز اغيرها، فبنسميه ان انا الابداع ده ان انا اريبير اللوحه دي او اعوض اللوحه دي زي ما هي، واخلي من حيث ما يبانش ان انا عامل لها ريبير، ما يبانش ان احنا عاملين سنه. وده اللي احنا خدناه مع اسراء ونسرين. الحلقتين اللي فاتوا كان ان احنا بنعمل سنه او سنتين جوه مجموعه من السنان بنفس الالوان والفرشه، ولو تفتكر الحاجات الجميله اللي عجبتك. وعجبتني اكتر الخطه اللي انت عملتها للثه ونقل الاسنان، يعني ديت انا عملت لي فكرتني بالشطرنج. انت عارف الشطرنج؟ ان انا هبقت العسكري دوت عشان خاطر الفيل يفتح الطابيه. تخطيط. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا المثال الثاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان انا بقى هرسم لوحه كامله جديده بالكامل واعمل شكل جديد للابتسامه، اللي هو الاكستريم ميك اوفر، اللي هو اعمل ابتسامه انا اي كرييت اسمايل. اوكي. اسمايل كلر فيري تشيرفول وكلر واو، لسه شكلها حلو جدا، ابتسامه تتناسب مع حجم الضحكه بتاعت المريض، مع الشفه، مع البشره، مع الكلام ده كله. فدي يمكن الحاله اللي هنشوفها النهارده ابداع جديد، ارت ا ديفرنت تايب اوف ارت، ان انت بترسم لوحه بقى جديده من اول وجديد. طبعا دي ا ديفرنت واي اوف كريتيفيتي، وخصوصا لو كانت هذه الحاله تفترض عملها كده. ايوه بالظبط. يعني مثلا مذيعه او اعلاميه او ممثله. ايوه وده ممكن يتوفر في الحاله. بالظبط. مش كده ولا ايه؟ ما هي دي الحاله دي. يعني عملها بيطلع قدام شاشه. أيوة. بيطلع قدام حاجه مهمه جدا. طيب احنا معانا الحاله دلوقتي هنشوف شيرين شريهان وشريهان على فكره مذيعه. تعتبر مشكلتين. اول مشكله هي مشكله نفسيه زي كل البنات، بتكسف اتصور، بتكسف اضحك، بتكسف اتكلم بسبب ان اسناني مش مظبوطه. المشكله الثانيه هي مشكله عمليه، ان انا بطبيعه شغلي اني بشتغل في الاعلام، ان دايما انا بكون قدام الكاميرا، فكانت مشكله اسناني مسببه لي مشكله كبيره جدا. طبعا رحت لدكاتره كتير، في منهم شخصني وفي منهم قالوا لي حاجات كتير جدا، منهم زي التقويم مثلا. كل الحلول دي ما كانتش بتنفع معايا علشان كانت بتاخد وقت طويل، لحد ما سمعت عن مركز شايني وايت، وما كنتش مصدقه ان في مركز ممكن دلوقتي في مصر يحقق لي اللي انا عايزاه في ساعه او ساعتين. فشفت الحلقات بتاع الدكتور شادي في التلفزيون وقررت ان انا اروح ازور المركز ده.
عندي مشكله في اسناني، ان انا عندي انياب. اوكي. واسناني متلخبطه، مش كلها متساويه. تمام. وانا عندي مشكله كمان ان انا بحكم شغلي ان انا دايما بشتغل قدام الكاميرا. فدي حاجه لازم ان انا اعملها. اوكي. وكان عندي مشكله اكبر ان انا مش عايزه اعمل تقويم، او مش عايزه اعمل حاجه تكون فتره طويله، او حاجه توجعني، لان انا كمان عندي اللثه بتاعتي ملتهبه على طول. تمام. اولا موضوع التركيبات ده جديد علينا يعني. دايما الناس تقول لي بلاش تركيب، خليكي في اسنانك الطبيعيه، التركيب ده ممكن ما تدومش، ممكن ما تبقاش وقت طويل، مش اسنانك. يعني عايزه اعرف السنه نفسها بتكون نوعها ايه، بتاخد فتره قد ايه، بتكون زيها زي اسناني بالظبط. طبعا شيرين مذيعه، فالنقطه هنا مهمه جدا ان هي عندها البروبلم، ويعني هي شرحتها بتفصيل، وما شاء الله طبعا حضور على الكاميرا جيد جدا. فهي بتتكلم بتلقائيه وبنوع من التوضيح الشديد جدا لمشكلتها، اللي هي مش مشكله شيرين بس، مشكله شيرين وبنات كتير بالظبط. بس هي عندها اوجمنتد جدا، وهي وشها سمح لها انها تخبي اسنانها لفترات طويله. هي عندها الشفايف بتاعتها ضمه شويه، او هي يمكن اللي ضماهم، انا مش عارف. هي بتحاول تأقلم نفسها ان هي تغطي منظر الابتسامه، لان هي ابتسامتها زي ما احنا شايفين. يمكن هنشوف في الخطه العلاجيه بتاعتنا ان احنا عندي دايما مشاكل، مجموعه من المشاكل. هنا بقى انا مش عايز اريبير سنه، لا انا عايز كل السمايل اغيرها فوق وتحت. النهارده في الحلقه احنا زي ما اتفقنا، احنا بناخد علاجنا بيبقى دايما الفك 5 6 7 سنين 8 سنين 10 سنين في مره واحده. زمايلي بيقعدوا يضحكوا، يمكن كنا في مؤتمر سهل حشيش وزمايلي بيقولوا لي ازاي 8 سنين في مره واحده اذا كانت المكنه بتاخد ربع ساعه علشان تعمل 1 توث. ما انت عندك مكنتين. انا عندي 3. انت عندك 3. تجيب واحد من غير احوش يروح يجيب حاجه ثانيه. بالظبط. فاحنا نقدر ان احنا نعمل ده ليه؟ الناس طبعا الدكاتره ما بيستوعبوش ان احنا we have a large quantity of mass production. ده غير ان طبعا محمد انت عارف انه عالمي، يقدر يعمل 20 ديزاين 20 طربوش في ربع ساعه. الدكاتره برضو كان ليرنينج كيرف، الموضوع بالنسبه لهم لسه جديد، احنا ويل استابليشد من زمان. فبيبقى ان هو علشان يعمل ديزاين لسن هو ممكن ياخد في ديزاين واحده نص ساعه او ساعه، ده لو عنده اصلا الكمبيوتر. انت فاهمني؟ فدي احنا عشان كده one of these cases this is case الحاله دي احنا عاملين 8 سنين في ساعتين. ساعتين. في ساعتين. بس الاول هنبتدي بالخطه العلاجيه بتاعتنا، ناخد الاشعه المقطعيه. احنا شايفين ابتدي ادرس في الاشعه المقطعيه، الاقي ان السنان اللي قدام، السنتين اللي قدام طالعين لبره، النابين طالعين لبره، والسنتين القاطع اللي جنب اللي قدام ما بين الناب والقاطع اللي في النص داخلين لجوه. فاحنا بنبتدي ندايزن، طب احنا هنحط زرعه ولا هنعمل تحضير بس، هنعمل بالليزر، هنجيب السنه قدام قد ايه، هنجيب السنه ورا قد ايه، بنقيس كام ملي، كل ده بندرسه على الاشعه المقطعيه الاول. قبل كل ده انا لسه مجرد بس هي دخلت صورت الاشعه المقطعيه قبل ما تطلع لي، وانا شفت الاشعه المقطعيه قبل ما تطلع البيشنت، ندرس على الاشعه المقطعيه بالظبط. السنه صعبه جدا صعب جدا. انت لخبطه انت بترسم لوحه جديده. بص يعني بقى انت عندي النابين دول طالعين لبره ازاي، والسنتين اللي في النص طالعين لبره، والسنتين اللي ما بينهم داخلين لجوه. هم كمان سنانها صغيره، تحس ان سنانها صغيره شويه. ايوه. فاحنا نلعب اللعبه دي ازاي بقى؟ انت بقيت عندك خبره جامده جدا دلوقتي في السنان، تيجي تشتغل معانا. لا هو بص انا بخطط قريب قوي ان انا ادخل طب اسنان من الاول واذاكر، ومعاها في نفس التوقيت هاخد دبلومه نسا واشتغل نسا واسنان وتسيب لا والبطن معانا. لا والبطن احنا كل جهد السنين دي كلها اشتغل 3 سبت 2 و4 اشتغل بطنه، وحد و3 اسنان، والجمعه اشتغل وجمعه اجازه صيانه. فالمهم ناخد اللثه بتاعه السنتين اللي داخلين لجوه دول، ابتدي ان انا ارفعها. دايما انا لو تخيلت سنه لما تخش لجوه اللثه تنزل لتحت، فتديني ايحاء ان السنه دي داخله لجوه. لو انا جيت رفعت اللثه دي لفوق هتديني ايحاء، وزودت البومبي بتاع السنه دي هتديني ايحاء ان السنه دي طالعه لبره. اوكي. الناب اللي داخل لجوه ده هو اللثه بتاعته مرفوعه. لو انا رفعت اللثه بتاعت بقيه السنان في نفس ارتفاع الناب وقللت البومبي بتاع الناب ده دخلته لجوه، هيديني ايحاء ان الناب ده رجع مكانه في بروز الناب ده اللي هو البومبي. كلمه بومبي يعني بروز. فاحنا بنقلل البروز ده ان احنا نقلل كميه الكيرفتشر بتاعته، مع ان انا ارفع اللثه اللي جنبه زيه،
واللي داخله لجوه دي ارفع اللثه بتاعتها، ارفع اشكل اللثه كلها الاول، ابتدي اعمل تحضير للسنان واشوف اذا كانت في حاجه محتاجه حشو عصب ولا لا. لو البروز كان اعلى من اللازم في ناب منهم مثلا اشيله واحط مكانه زرعه. لو عرفت ان انا اعمله، وحتى لو اعمله حشو عصب بس ارجع الشكل بتاعي زي ما احنا المفروض انه يرجع. طيب بعد الفاصل، اذا هي نقدر نقول مهمه صعبه، هارد جوب، والمهمه تكمن في انه تفاصيل الاسنان كتيره جدا، وهنا الكلاينت او المريض، مش هقول كلاينت نقول مريض، المريضه لا تقبل الا بالبرفكشنستيك، لانه هي خلاص وسنجل فيزيت وسنجل فيزيت وعايزه الاداء الكامل المتكامل، ما ينفعش غلطه هنا اهو، صح كده؟ ما ينفعش ان انا اطلع مش مبسوط قوي او مبسوط بس نص نص، لازم اكون مبسوط قوي قوي قوي. والنهارده هي عندها تصوير وبكره عندها تصوير وعايزه تجيلي في النص. ما ينفعش تطلع في النص مؤقت مثلا مستحيل، ما ينفعش بتاع وقع طبعا، وقع في المؤقت ده تبقى مشكله جامده. انا اعرف حد وقع البتاع في المؤقت كان واقع، كان هيقع في زمان في تصوير. والله لدرجه ان هو كان بيطلع الفصل يعمل كده يعني يطلع الفصل هتلاقيه ايه، فاصل هنتكلم فاصل ونرجع نكمل حوارنا في المهمه الصعبه. النهارده حوارنا او العنوان الحلقه هارد جوب، المهمه الصعبه. فيلم جامد حلو الاسم ده، ينفع فيلم. تعرف لما بدات اكتب سيناريوهات، خليكم معانا اوعوا تروحوا في حته ثانيه. اهلا بكم. بلا شك ضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين منورنا النهارده. اهلا دكتور شادي. اهلا بيك. مهمه صعبه مش سهله، في شغل كتير، في نوعيه مريض لن يقبل باقل من الاداء البيرفكت، الاداء الكامل في تنظيم سنان وتحويل الابتسامه لشكل اجمل. ايه بقى المشاكل هنا؟ زي ما انت شايف كده، كنا بنتكلم، شايف الناب طالع لبره ازاي؟ السن اللي جنبه لو بصيت على ارتفاع اللثه بتاع القاطع اللي جنب الناب والقاطع اللي جنبه، هتلاقي ان اللثه نازله لتحت جدا، حوالي 2 مللي، وراجع الناب وراجع شويه لورا، راجع لورا. او يمكن التاني اللي طالع قدام بالظبط. لو انا جيت طلعت السنان دي لورا من غير ما العب في اللثه، هيبقى شكل اللثه طالع ونازل، هيبقى شكلها سيء جدا. فلازم الاول نعدل شكل اللثه، اخلي الارتفاع بتاعها زي اعلى لثه موجوده بالليزر. عظيم. اعلى لثه موجوده فين؟ عند الناب. عظيم. فارفع اللثه بتاعت ال4 سنان اللي في النص قد الناب. حلو. بعد كده نبتدي البومبي او الكيرفتشر اللي بره ده، التقوس اللي موجود في الناب ده نقلله وندخله لجوه. اوكي. في النابين، ونيجي نزود الكيرفتشر بتاع السنتين القاطع اللي جنب القاطعين اللي في النص، نطلعهم لبره شويه. طبعا تحت برضو محتاج شغل، لان هي كانت عايزه لون اللي هو سوبر وايت، بس برضو ناتشرال، يعني حاجه طبيعيه بس لون فاتح، اكني عامل تبييض في سناني. اوكي. فاتفقنا معاها ان احنا نعمل ال10 سنين اللي فوق في جلسه، وال10 سنين اللي تحت في جلسه ثانيه. اوكي. فاحنا النهارده في الحلقه هنعمل ال10 سنين اللي فوق. تمام في جلسه واحده. اوكي. هنبتدي الاول، اول حاجه نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا دايما بالميكروسكوب، ابتدي بالليزر احدد اللثه. هي ما كانش عندها مشاكل في حشو العصب؟ الحاله دي النابين انا عملتهم حشو عصب والله. كانوا الاثنين مسوسين؟ مش مسوسين، لما انا اجي اعدلهم هيتقاطع مع العصب بتاع السنه. ايوه. فانا يعني العصب ماشي في نص السنه، انا هاجي ارجع الناب ده 4-5 مللي ورا، فهتقاطع مع عصب السنه، فهضطر اعمل حشو عصب. عظيم. اول حاجه وده عرفناه من الاشعه المقطعيه قبل ما نبتدي. اول حاجه ابتدي بالليزر، اقطع اللثه، ارفع اللثه دي لفوق. ابتدي ان انا بالليزر مع الميكروسكوب ارفع اللثه دي لفوق، اخليها في مستوى الناب عشان اللثه كلها تبقى في ارتفاع واحد. يبقى انا هقطع في اللثه فين؟ في ال4 قواطع اللي قدام. اوكي. تمام. زي ما احنا شايفين مفيش نقطه نزيف، مفيش نقطه دم بتنزل. ليه؟ لان الليزر بيقطع من غير ولا ألم ولا نقطه دم ولا اي حاجه خالص. تبتدي ان انت تشكل اللثه. احنا بنرسم لوحه كامله هنا، انا ما بعملش حاجه على قد سنه ولا سنتين، لا ده انا بعمل ال10 سنين الاماميين في قاعده واحده وفي جلسه واحده، ان انت تقدر تلم بان انت تبقى دكتور حشو عصب بيشتغل حشو عصب، مع الليزر في التجميل، مع الميكروسكوب، مع الكمبيوتر، تقدر تعمل الكلام ده كله. لو انا بحاول الكلام ده يا دكتور ايمن من دكتور لدكتور، المريض ده عمره ما يخلص في جلستين ولا 3، ده هيخلص في 3-4 جلسات. تمام. هنا بقى بنغسل شويه ده غسيل لا انا بشيل من ماده السن اهو 1 ملم. اوكي. شلت من ماده السن 1 ملي بالظبط. عظيم.
بحيث ان انا ما اشيلش زياده في اللي انا عايز، ما اشيلوش زياده في اللي انا عايز اغير اتجاهه. لا ده انا بشيل بس مش بالتساوي. يعني انا ممكن اشيل من هنا حته زياده، من هنا حته اقل، بناء على الدراسه اللي احنا عملناها بالظبط في الاشعه المقطعيه. عظيم. ما هو التايتل الكبير ده مش من فراغ. ايوه لا ما انت بتشتغل ده مش جاي من فراغ. اذا احنا عملنا التجهيز واللثه ظبطناها كويس كده، بالظبط. وعملنا تجهيز الاسنان بالظبط كده. هنبدا نصمم بقى ولا هنبتدي محمد بقى. دكتور محمد. دكتور محمد احنا يعني على فكره مش مدينه حقه، وبقى لنا كام حلقه كده بنتكلم عنه. ايه دكتور محمد ونروح ماشيين ولا بنجيب صورته ولا حاجه. لا محمد از انترناشونال ترينر. موجود. محمد انترناشونال ترينر، مدرب معتمد عالمي من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. يعني لما بيجي يشتغل واحد يمسك الجهاز يبقى لازم معتمد بيه عالميا، بيدرب عالميا، بيدي محاضرات عالميا في طب الاسنان الرقمي. تمام. فدي حاجه برضو مهمه جدا، ان احنا مش اي حد هيخش يحط ايده في بقه مريض. بالظبط كده. ده مهم قوي. تمام. الدكتور محمد هيبدا يعمل بقى شغل. بالظبط. نسمع بقى. احنا دلوقتي يا شيان بناخد مقاس ضوئي بالكاميرا الليزر دي، بدل الطرق التقليديه بتاعت زمان انا كنت باخد المقاس بعجينه واديها المعمل واستنى لغايه لما تصب، وبعد كده المعمل يبعتها لي عشان خاطر اسلمها، ودي طبعا كانت بتاخد اكتر من زياره. دلوقتي الموضوع مختلف، احنا بعد ما بنحضر السنان بنصور بالكاميرا الليزر دي وبنخلص الشغل وانتي قاعده، مش محتاجين اكتر من زياره. يعني شريان طبعا مستسلمه خالص، ومحمد يا عيني كابس عليها بايده بيصور يعني هو مركز جدا. محمد يقدر ان هو يصور الفك بالكامل في 5 دقائق والله العظيم. يدايزن دي عجبتك المره اللي فاتت؟ يعمل ديزاين. يدايزن اللي هو الديزاين، يديزاين ويصمم 16 15 طربوش في ربع ساعه. اوكي انت فاهمني؟ فده اللي الدكاتره والمرضى كمان ما بيستوعبوهوش. تكنولوجيا مع خبره مع كادرات في نفس الوقت. تمام. انت فاهمني؟ هنبدا احنا دلوقتي بقى خلاص، احنا ظبطنا، اشتغلنا بالميكروسكوب على النابين وعملنا لهم حشو عصب صح كده؟ بالظبط. وجهزنا وبدانا نجهز خلاص ديزاين، وعملنا ديزاين وهنركب. ودخلنا الحاجات بقى المكن عشان ايوه المكن كله يخرط. لو 10 طرابيش زي هنا هم هياخدوا 3 و3 خلاص تقريبا خلصت. يعني خلص. كل واحده هتاخد ساعه الا ربع. كل مكنه هتعمل، كل مكنه هتاخد ساعه الا ربع في ال3 طرابيش بتوعها. فانت في ساعه الا ربع خلصت 9 طرابيش، وربع ساعه خلصت الطربوش الثاني. ادي الساعه. ادي الساعه. ساعه خرط والديزاين والتحضير والليزر والكلام ده كله بياخد له نص ساعه الا ربع. وعلى بال ما يخش الفرن ويتلزق انت بتتكلم في ساعتين. يعني لو حتى 3 ساعات الليله، يعني كانت 7 مشيت 10 مثلا. تمام. انت فاهم قصدي؟ اتس سنجل فيزيت. سنجل فيزيت خلصت في سنجل فيزيت، وكانت الريزلتس الحمد لله كانت امبرسيف. طيب نشوف بقى ايه نلزق الاول. اللزق بقى ده برضو عمليه مش سهله. بالظبط. بيبقى ليها طبعا تقنيه معينه في اللزق، طريقه معينه في اللزق. دي فول كفر. ده سيرك، ده الحاجه ده السيرك الاي ماكس سيرك. بس ده فيري سبيشال كلر وفيري سبيشال اوباليسنس، او نوع من انواع الشفافيه والبريق المختلف. دي قبل 1، ده 0. ده الزيرو؟ ده قبل 1. This is number 0. فده اللي هو البليتشنج كلر. البليتشنج. انت فاهم؟ اكني عامل لها تبييض في اسنانها، بس اسنانها دي طبيعيه، غير الزيركون والحاجات الاوبيك دي ما بتعديش الاضاءه. شايف ده بيعدي الاضاءه بمنظر بشكل رهيب. فانا اي فيل ان هي طبيعيه، غير لما تبقى حاجه عارف فيه ابيض تلاقيه ابيض تحس ان هو تباشير. انت فاهمني؟ ده الزيركون. لا، الابيض ده انضف 100 مره، لان هو بيعدي الاضاءه. شايف السنان از بيرلز، لا زي اللؤلؤ. انت فاهمني؟ انا بيرلي وايت.
بيرلي وايت. بيرلي وايت بالظبط. نبتدي ابيض لؤلؤي. نتشك ايه الفراغات في اي حاجه موجوده، فراغ حوالين السنان، في مفيش طبعا، لان التحضير بالميكروسكوب، التقفيل بالكمبيوتر، مفيش اي فراغات ما بين السنان موجوده، مفيش اي فراغ ما بين اللثه وما بين السنه، فبالتالي هيفضل الشكل الحلو ده موجود، مش هيحصل التهاب في اللثه از لونج از انك بتعملها زي السنه الطبيعيه وبتغسلها كويس وبتعملها فلاسنج والكلام ده كله. في ناس تلاقي ان هو يركب طرابيش لما بيتعمل التحضير من غير ميكروسكوب او يتعمل الطربوش في المعمل، تبص تلاقي باستمرار عنده خط احمر فوق بتاعته، نتيجه ان هو في فراغ ما بين السنه وما بين الطربوش او الكفر، فبيجمع بواقي اكل ميكروسكوبيه صغيره جدا، تبتدي تعمل التهاب مزمن في اللثه. تقول لك على طول بعد ما ركبت تركيبات اللثه بتجيب دم، عندي التهاب محمر على طول. ده نتيجه ان التحضير مش سموث، لانه ما اتعملش بالميكروسكوب، والتقفيل اتعمل في معمل. طبعا الزركو اللي بيتعمل في المعمل ده ما بيقفلش 100% على السن. طيب انا متشوق لسماع شريهان، وخصوصا ان شريهان هتحكي قصه مرتين. يعني المره دي احنا بنعمل الابر، أيوة، الجزء الاعلى. لسه بقى ما تكتمل الصوره، لانه اكتمال الصوره بالنسبه لنا مهم قوي. ايوه بس برضه هتفرق معاها دلوقتي. هتفرق معاها، نشوف مع بعض. احنا دلوقتي خلصنا اول مرحله وهي اسناني لفوق. اول حاجه بعد ما خلصنا قلت لهم انا عايزه مرايه بسرعه جدا. فضلت واقفه قدام المرايه لدرجه ان هم فضلوا يشدوها مني، وانا عايزه اشوف شكلي الجديد. مستنيه اشوف اراء الناس، مستنيه اشوف كومنت بتاع اصحابي. حاسه ان انا عايزه اي حد يقول لي حاجه تضحك، حتى لو ما تضحكش بس هضحك عليها برضه، عشان بقى عندي ثقه اكتر. احنا لسه قدامنا مرحله الاسنان اللي تحت. انا متحمسه جدا جدا ان انا اجي بكره علشان اخلص بقيه اسناني. عايزه اشوف شكل ابتسامتي النهائيه هتكون ايه. وطبعا زي ما عجبتني الاسنان اللي انا عملتها، اكيد طبعا هتعجبني الابتسامه النهائيه. استنونا واستنوني، وان شاء الله هيعجبكم النتيجه زي ما عجبتني. شريهان طبعا جميله في تعبيراتها، بتقول لك انا مستنيه اي حد يقول لي اي حاجه وانا هضحك يعني. شكلها اختلف خالص، وشها نفسه اختلف، اتفتح. يعني عضلاتها اللي كانت شداها ومستمر تاثيرها على طول، وهي كانت بتتكلم وهي قافله بقها. أيوة. دلوقتي هي بتتكلم وفتح بقها، فعضلاتها كلها بدات تشد لفوق. أيوة. على فكره كان هيعمل لها كبر سن. أيوة. يعني بحكم خبرتي بقى في التجميل، كانت حته قفلتها لبقها المستمره دي كانت مع الجاذبيه الارضيه اللي هنا هي صغيره، كان مع الوقت كان هيشدها لها وشها لتحت، كان هيترهل بسرعه لو استمرت. حلوه دي بتاعه التجميل بقى، اساس التجميل هيحكوا لك الكلام ده كويس قوي. لكن مبسوطه هي ما شاء الله، وبان ان هي جميله جدا سوبر بيرلز. انت يو هاف، انا بقول للناس دايما ده لؤلؤ. انا عملت لؤلؤ، مش بعمل تباشير. يعني في فرق قوي 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 ما بين التباشير وما بين اللؤلؤ. طبعا التباشير واللؤلؤ دي حاجه ثانيه خالص. انا متصور شريهان فاضل لها بقى المرحله الاخيره، المرحله الثانيه بتاع السن اللي تحتنا، ودي كانت قاعده. هي قعدناها مع شريهان، عملنا لها 10 سنان فوق زي ما انت شايف كده. المنظر طبيعي جدا جدا، ودي اهم حاجه، ان انا برسم لوحه رائعه طبيعيه. حلوه قوي برسم ديت، وبديزاين لوحه حلوه قوي. ديزاين جميل جدا جدا. انت نورتنا النهارده، ولان الجزء الثاني من الاثاره والتشويق والمتعه مع شريهان يعني هيبقى مفصلي ومهم جدا، لان الجزء التحتاني بان بقى عيوبه قوي لما انت صلحت الجزء الفوقاني قوي. كل شكر والتقدير لضيفي العزيز اللي منورني النهارده، الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتور علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي.